حياكم الله مشاهدي ومتابعي قناة الرقمية نيوز أينما كنتم. جولتنا اليوم من داخل محافظة النجف الأشرف مع سلسلة مطاعم في النجف الأشرف، ابقوا معنا. شلونك عمي؟ الله يستر والله. ليش؟ سولف لنا شوية عن المطعم وشلون شفت الأجواء به، الأكل بالنسبة للتعامل وكل شيء. والله بالنسبه للمطعم يعني مطعم راقي جدا يعني، واحنا دائما نجي لكن بيبيع انواع الاكلات يعني اليمنيه الطيبه، يعني مثل مندي دجاج، مندي لحم، كبسه يسموها، وتعاملهم كل جيد يعني. يعني خدمه مو طبيعيه يعني بالنسبه للمطعم جيد. وبالنسبة للتعامل يعني وياكم تعامل جيد جدا يعني، ما بيهم كل قصور، العمال كلهم طيبين وجيدين، ما عندهم قصور. والاكل البيئي انه انتم متعودين دائما تجوا لهنا اكل نظيف واكل يعني جدا وطيب جدا والله كريم. هاي مو اول مره احنا نجي داخل بيه، مطعم جيد جدا، والعمال يخدمونا خدمه كلش حسنه يعني. شكرا لك عمر. شكرا. وما زلنا مستمرين في هذه التغطيه من داخل مطعم مندي صناعة اليمن في النجف الأشرف. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ الله يعطيكم العافية. شوف سولف لنا شوية على الأكل اللي بالمطعم، وبالأخص إنه على المندي صنعاء اليمن، فسولف لي عليه شلون طريقته، شلون تسووه، إيش قد بيبقى بالنسبة للدجاج، قد يبقى على النار ويكون جاهز؟ الدجاج المندي كل كمية ولها وقت محدود، يعني كل كمية كل ما زادت الكمية بالتنور تأخذ وقتها، وكل ما انقصت تأخذ وقتها، ماكو وقت محدود على حسب نعطيكم إياه محدد للنجاح. كل كمية ولها وقت محدود به. زين، الأكثر طلب حيكون من الزبائن على المندي اللحم ومندي الدجاج؟ والله كلنا على حسب رغبته، الذي يحبه وتهواه نفسه هو يطلبه. يعني الأكثر أنت كشيف وتشوف إنه الأكثر يجيكم؟ والله تجي أيام بأيام لحم، يعني على حسب طلبية الزبائن، اكو من يطلب لحم وتصير طلبيات على حسب معاملتنا مع الناس هاي، وفي من الناس يعني تطلب دجاج. انتم متواجدين على طيلة ايام السنة ويعني جهودكم وكلها يعني اكلكم ما يتغير؟ ان شاء الله ما يتغير، نقول لما متواجدين على طول السنة وعلى طول الوقت، هسه لنا 4 سنين الحمد لله كل شيء تمام ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك، ربي يرزقكم. الله يرزق الجميع ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. سولف لنا شوية، بما انه احنا دخلنا الى محافظة النجف وشفنا سلسلة من المطاعم اللي موجودة واقبال العوائل عليها، اريدك تسولف لنا شوية عليها والمطاعم المشهورة اكثر بالاكلات المشهورة، ويعني انت كشوف من كل النواحي مع المطاعم بالنجف. طبعا عندنا كثير من المطاعم مختصة بانواعها، عندنا مطاعم كثيرة اشتهرت بالأكل المندي، وعندنا مطاعم مشويات، وعندنا أكلات سريعة،
وعندنا يعني كثير من المطاعم مختصة قلتش بأنواعها، مثلا تمن وقيمة، قلتش مندي ومشويات وأكلات سريعة، يعني كثير كثير من المطاعم موجودة عندنا. مستوى يعني دائما ما نحب نفس الأكل، أو هاي لازم نغير لازم كل أسبوع نغير، أو كل يوم نغير شيء غير أكله، يعني مثلا مندي على مشويات على سمك، مو مستوى يعني. قلتش عندنا أكلات سريعة وأكلات يعني كل المطاعم مختصة بأكلها يعني. بالنسبة للمندي شفته يعني كتشي نجح بهاي أكلته اليمنية. اي اكيد، طبعا المندي هو كلش ممتاز الاكل. المطاعم يعني عندنا كثير من المطاعم مختصة واكلها كلش راقي داخل محافظة النجف. شكرا لك. شلونك قلبي؟ الحمد لله. شنو اسمك؟ ريحانة. ريحانة، سالفينا اليوم شنو أكلتي وشلون شفتي الأكل من داخل مطعم مشويات أولاد نزار شنو؟ كل زين ومالت الأكل طيب. وشنو أكلتي أنت اليوم؟ لحم قص. ألف عافية حبيبي. وبعد بس هاي. ألف عافية قلبي، شكرا حبيبي. نعم أعزائي المشاهدين، وما زلنا مستمرين من تغطيتنا هذا اليوم من محافظة النجف الأشرف، من سلسلة مطاعم في النجف الأشرف، وتحديدا من مطعم ومشويات أولاد نزار شنيو. مرحبا. اهلا وسهلا، هلا بشرفتونا، اهلا وسهلا بكم. سولفنا شوية على المطعم وعلى أكلات البي واللي يختص به. احنا محافظة النجف الأشرف مشهورين أكثر شيء بالمشاوي والكباب والأكلات الغربية مثل كنتاكي والبيتزا والقص. فالعوائل تجينا هنا يعني تختص أكثر شيء الأكلات الغربية. زين، فاحنا نقدم لهم اكل احسن اكلات، واكثر شيء الناس ترغب الكنتاكي والبيتزا والمشاوي. عندنا انواع الاكلات موجوده، عندنا الشرقي يعني كذلك، واكلات الشرقيه مشهورين بها احنا حاليا، الدجاج على الشوي واللحم والقوزي تقويره. فعدة اكلات عندنا لا تعد ولا تحصى. فاحنا الحمد لله والشكر يعني نقدم احسن اكلات، نحاول نقدم للناس. اهلا وسهلا. الاكلات الاكثر يعني طلبيه عندكم داخل المطعم، يعني دائما العوائل تجي تطلبها وتحسوها يعني مميزه. هو اكثر شيء الاقبال عليها الغربي والمشاوي اكثر شيء. المشاوي عندنا مثلا الاجنحه والضلوع والكباب والتكه لحم، تكه دجاج. والغربيه عندنا يعني بيتزا والكنتاكي والبرجر وصاج والقص. عندنا مقبلات، يعني كل شيء متوفر عندنا الحمد لله والشكر. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا.
نعم أحبة المشاهدين، وما زلنا مستمرين وياكم تغطيتنا هذا اليوم من محافظة النجف وسلسلة مطاعم النجف الأشرف، وتحديدا من مطعم ومأكولات كرار همبرجر، ونلتقي مع صاحب المطعم. مرحبا. اهلا وسهلا. شلونك؟ الله يسلمك الله يخليك. سولفينا شوية عن المطعم وعن الأكلات اللي عندك وبشنو اشتهر مطعمك؟ طبعا مطعم كرار همبرجر تقريبا صار له بحدود العشر سنوات أو اكثر، بس احنا بهاي الشغله صار لنا 15 سنه. زين، مطعم كرار همبرجر يقدم اكثر من 10 انواع همبرجر بالاضافه الى البيتزا والزنجر والعصائر. واكثر شيء يعني مطلوب منك، الاكثر طلب يعني. اكثر طلب، احنا مشهورين بالهمبرجر، تمام. احنا طبعا كنا كشك صغير، زين، لحد ما الله وسعها علينا وصلنا هذا المطعم اللي هسه يعتبر تقريبا بالبرجر واحد نجف. الحمد لله. الله يسلمك. توجد لكم خدمة توصيل؟ موجود خدمه توصيل كل النجف موجود. زين. يعني الزبون من يجي اكثر شيء يعني قال ان عصائر همين موجوده العصائر طبيعيه، وهم بيها توصيل العصائر؟ بيها توصيل وبانسب الاسعار، يعني العصير طبيعي ب 2000 دينار فقط. الله يرزقكم. الله يسلمك الله يخليك. شكرا. سهلا اهلا بك.